ده هو ماش شاب معدوم السحر في عالم كله بيعتمد على السحر، ولكنه بيعتمد على قوته الجسدية. المهم صاحبنا ده لما بيخلص التمارين بتاعته بيروح لبيت جده اللي بيكون عايش معاه واللي بيكسر الباب بسبب قوته المفرطة، بس جده بيصلحه وبيتأسف له على اللي هو كسر الباب. المهم جده بيقول له ولا يهمك يا عم، المهم انا خارج دلوقتي بس بنبهك اوعى تروح للمدينة. طبعا ماش بيسمع الكلام جدا، واول لما جده بيمشي المعلم على طول رايح على المدينة واخدها جاري بقى، وكل ده علشان يجيب اكل. واللي بتحصل معاه شوية مشاكل بسبب قوته المفرطة، ومنروح عند ضابط شرطة واللي بيكون اسمه برضه وبيكون بيقرا الاخبار، ومعاه واحد في مكتبه واللي بيكون سارق شوية حاجات بسيطة، بس هو بيكبر الموضوع علشان ايه يترجى. بس برضه بيعرف ان في شخص بدون علامة بيتمشى في المدينة، ومعنى ان شخص ما عندوش علامة في وشه يبقى هو يكون معدوم السحر. المهم راح لصاحبنا ماشي واللي بيكون ماشي في المدينة وبيخبط في واحد واللي بيكون الظابط وبيوسخ له هدومه، ولكن الظابط بيتعصب عليه وما بيكونش عاوز يسيبه. ولكن صاحبنا ماشي بيعمل ايه؟ بيمسك هدومه ويروح قطعها له خالص، بيقول له روح نغسلهولك ونيجي. لا شاطر والله انت عملت الواجب. بيقول لهم الظابط اللي لسه متكلمين عليه من شوية واللي كان سمع في الاخبار ان ماشي بدون علامة وهو لسه هيكلمه، ولكن جد ماشي بيجي ياخده وبيجري، ولكن برضه بيستخدم سحر عشان يتبعهم الاتنين. وجد ماشي بيعاتبه لانه ما سمعش كلامه، ولكن ماشي بيعتذر له. وبعد ما باش بيطلع من البيت وبنروح عند جد ماشي واللي بيدخل عليه الظابط هو مكسر البيت، وماشي بيكون خلص التمرين بتاعه وبيكون مروح على البيت. واول لما يوقف قدام الباب بيسمع الشرطة هم بيعذبوا في جده. وبنرجع لرينجي واللي هو بالمناسبة بيكون جد مات واللي كان بيتعامل اسود معاملة لانه كان وحش في استخدام السحر. ولما كبر قرر ان هو ينتحر، وهو كان لسه هينتحر بيتفاجئ ان في طفل بيعيط جنبه واللي بيكون هو مين بقى؟ بطلنا ماش. وقرر ان هو يعتني بيه ويعتبره ابنه او حفيده. ونرجع للحاضر وبنعرف ان جدي ماش كان عارف ان ماش ورا الباب، فبيقول له اهرب. فالشرطي بيقول للشرطيين اللي معاه اللي هم يتعقبوا ماش بسرعه، فبيبدا يعذب في جدي ماش. ولكن مره واحده ماش بيكسر الباب وبيضرب الشرطي بالمنيه، والتاني بيمسكه ويفضل يلطش فيه لحد لما حمر ودوده. فبيقول ماش بكل فخامه انا هوديكم للجحيم. فيبدا الشرطي يتعصب عليه وبيستخدم السحر بتاعه، ولكن ماش بيصدها بكل سهوله، ومحدش من الموجودين بيكون مصدق اللي حصل بان ماش يقدر يعمله ده. فيبدا يستخدم عصايته ويفضل يهجم على ماش باستخدام القوى السحريه، ولكن ماش حرفيا ما بيتهزلوش شعره وبيلعب بالسحر بتاعه واللي هو بيكون لعب حرفيا يعني. ولكن مره واحده ماش بيمسك عصايه واللي هي بتكون عصايه السحر بتاع جده وبيحدفها على برضه وبيفشخه. برضه اول لما بيشوف قوه ماش فبيقول لي ايه رايك نعمل صفقه انا وانت، ان هو يخش مدرسه السحر وهيكون افضل طالب فيها وهيكون المختار هو، وفي المقابل هو عاوز الشهره والمكانه في المجتمع، ولو ما وفقش العالم كله هيطرده هو وجده. وفعلا ماش بيوافق علشان جده. وفعلا ماش بيروح تاني يوم للاكاديميه السحر استون عشان يمتحن في اختبار القبول. بيكون في شخص بيراقب التلاميذ واللي اسمه كلاود، وده هو المعلم اللي هيشرف على اختبار القبول ده. بيشوف ماشي اللي بيستغرب انه بيتدرب على السحر بل بيتدرب على التمارين الجسديه، واللي بيخليه يستغرب اكتر ان هو برضك بيشوف جد ماش واللي قاعد يراقبه هو والشرطي. بعدين بيظهر قدام الطلاب بيعرف على نفسه وبيقول لهم انتوا تتشرفوا ان انا بقيت ايه المعلم بتاعكم. وبيكون كلاود متضايق جدا من ماش بسبب ان هو بيتريق عليه كل ما هو يتكلم عن حاجه. والاختبار بيبدا وماش بيلاقي طريقه عشان يتخطى بيها كل الاختبار وينجح، وده اللي بيخلي كلاود يغضب. ولكن بيبقى فاضل الاختبار واحد واللي هي متاهه الافخاخ. وماش بيدخل للمتاهه وبتجيله بنت وبتقول انها ترافقه، والبنت ده بيكون اسمها ليمون. وفعلا بيتمشوا مع بعض، ولكن ساعتها بتوقع في كل الفخاخ وشكلها كده هتعيق ماش، ولكن بيسمعوا صوت صريخ وساعتها بيروح لمصدر الصوت دوت، وساعتها البت دي بتفعل عليه السحر بكل ده بسبب اسبابها الخاصه. ولكن ماش بيفكها بكل بساطه وبيطلع يجري، ولما بتكون مستغربه عامله ايرور كده. واثناء ما هي بتجري وراه وفي فخ من فخوخ المتاهه بيظهر واللي بيكون اسمه فرعون عملاق باربع رجول، وبيقول لها لغز علشان تحله. ولكن لومنا ساعتها ما بتعرفش تحله، فبيكون الفرعون هيقتلها. ساعتها بيظهر ماشي وبيضرب الفرعون لكمه بتدمره، فساعتها البت بتشكره وماش بيقول لها بس لانه مش عارف يتخطم المتاهه في الوقت المناسب. ولكن
ولكن ماش بياخدها وبيحطم كل الجدران اللي بتقابله وبيتخطى المتاهة بكل سهولة. بس الطلاب بيعترضوا بيقولوا ان ده غش، والطلاب بيطلبوا كلهم منه انه يرجع لبيته، وماش ساعتها بيزعل فبتقول لهم ان المعلم هو اللي طلب منها كده واللي هو هيسقطها في الامتحانات لان عائلتها فقيرة. فكلاود بيقول لها اللي هو ماسك الامتحان ومن حقه يعمل اللي هو عاوزه، وكان لسه راح يستخدم السحر لكن ماش بيجري عليه وبيكسر له العصا بتاعته. فبيقول له بس كده انت اتمديت قوي في اللي انت بتعمله، والكل بيكون مصدوم باللي ماشي عمله. ولكن بيظهر شخص طاير في السماء وده بيكون مدير المدرسة واللي بيكون اسمه باروول. فبيقول ان هو يمسك الاختبار بيمضي الوقت، فبينقل ماش لمكتبه بالسحر بتاعه وبيسأله شوية اسئلة، وبعد ما بيسأله بيوصل للاختبار الاصعب وان هو يحط الممتحن تحت ضغط وبيستخدم المدير سحره. وساعتها بتظهر دمية وبيكون في شيء حد متجه ليها وخلاص جاي عشان يخرمها. فالمدير بيقول لماش ان الدمية دي بتسحب روح الشخص اللي هو بيحبه، وبنشوف جدي ماش هو بيقع على الارض بسبب انه روح انتقلت للدمية. وبيحاول ماش ان هو يضرب قطعة المعدن ولكن ايده هي اللي بتتعور وبتجيب دم. ولكن ماش بيستسلم وبيحط ايده تحت القطعة المعدنية الحادة دي. فبيقول للمدير ان ده تبقى معركة تحمل، وفعلا ماش بيقدر يتحمل الألم. والمدير بيخفي الدمية بتاعته وبيتأسف له وبيقول له ان هو ما كانش عنده اي نية شر. فبيقول له ان دلوقتي مترحب بيه في اكاديمية استون. وفعلا روح جد بترجع له تاني وبيبدأ يفوق. بعدها بيروح ماشي للصف، ومش عاوز اقول لك يا صديقي بيجلد المعلمين بتوعه وبيجلد المدرسة اللي بتديله دلوقتي. والواد ده بيقول نفسي ما نكونش مع ابن الغبية ده نفس الفصل، ولكن المصير بيكون ماشي بالعكس يا صديقي. وبيتعرفوا على بعض وبنعرف هما الاتنين بيكونوا في غرفة واحدة، والطالب ده بيكون اسمه فين. فبيسأل ماشي على نظام المدرسة وهو ايه لازم يعمله عشان يوصل لأعلى المراتب وعلشان يبقى مستدير سماء. فبيقول له ان هو لازم يجمع العلامات الفضية والذهبية والبرونزية وينظمهم في المحاضرات. ولكن بعد كده بيروح ماشي للساحة عشان يتدرب على طيران وبياخد المكنسة. وطبعا زي ما احنا عارفين ماشي بيعرف يستخدم الساحة، وبيجيله شوية طلاب متنمرين وبيتحدوا في سباق طيران، وفعلا بيقفوا جنب بعض. والمدرسة أول لما بتقول ابدأ بيكون ماشي في لمح البصر في الناحية التانية، والكل بيكون مصدوم من سرعته. ولكن فين بيكون شايف ايه اللي حصل، وان ماشي رمى المكنسة وطلع عليها وقعد عليها بكل سهولة وبيكون بسرعة خرافية. والطالب اللي بيكون داخل معاه في السباق بيقول له انت غشيت، ولكن بيجي طالب ويستخدم السحر بتاعه وبيخرسه خالص. فبيقول لي ماشي ان الواد ده صديق، والكل بيقول ان ده لويد وان ده هو زعيم المتنمرين، ويقول ان شكل ماشي هو الضحية التانية. ولكن بتجيلهم المعلمة بتاعتهم وتقول لهم ان دلوقتي في حصة وما ينفعش يعملوا اي مشاكل. ولويد بيقول لي ماشي ان هو يجي تاني هنا بعد الدرس. وبيمشي ماشي وصاحبه ده بيقول له لويد ده بيكون له قرابة مع ديون السحر، وان اي حد بيضايقه بيطردوه من المدرسة وبيجرفوه في عيشته. بعد كده بيروح ماشي عشان يعمل فطاير الكريمة اللي هو بيحبها، وبينسى الميعاد بتاعه مع لويد. ولويد بيكون متعصب جدا منه. وتاني يوم بيكون ماشي في الفصل وبيطلع كتابه علشان الحصة، ولكن بيلاقي كتابه طالع من بوج كاتب. فبيجي له لويد بيقول له انت ليه ما جيتليش البارح؟ فماش بيقول له انا نسيت. فبيقول له انا سمعت ان انت عاوز تبقى مستدير سماوي، وبيقول له ان عيلتي لها علاقة كويسة مع الأكاديمية، وان هو لو نفذ الحياة اللي هو عاوزها هيوصي عليه. وماش فعلا ابن العباطة بيعمل كل اللي هو عاوزه. بعد كده ماش في الحصة التانية بيلاقي كتابه بايظ تاني، فبيقعد في جنب فين. فبيشكر ان هو عطال المقشة بتاعة البارح وبيديله فطيرة كريمة. بعد كده بيقول ان هو كده شخص عظيم. وبعد كده ماش بيروح للويد وبيكب لويد المية على الارض بيقول له نضفها. وفعلا ماش بيبدأ ينضف الارضية. ونقول لك بقى يا صديقي الارض كانت ايه بتلمع، ولكن هو جايم كتاب فين بيقع منه على الارض وبياخده علشان يروح يوديهوله. وعند فين بنلاقي لويد وبيقول له انا زهقت من تلف الكتب. فبيقول له ان المرة الجاية لازم يحرق هدومه. نعرف ان فيل كان بيعمل كل الحاجات دي بامر من لويد، ولكن بيقول لويد ان هو مش هيعمل حاجة تاني. فلويد بيستخدم عليه السحر وبيوقعه على الارض وبيعدي من قدامهم ماشي. واللي بيطمن على فيل لما بيلاقيه بينزل، ولما فيل لما بيشوفه بيعيط له بيبدا يقول له على كل حاجة هو كان بيعملها من امر من لويد ويفضل يعتذر له. ولويد بيقول ان هو راح يتغدى مع نائب المدير، فايه رايك تيجي معايا؟ ولكن ماش بيروح له وبيمسكه من دماغه وبيرزعه في الارض. فبيقول له ان هو لازم يعتذر من فيل. ولكن بيجي نائب المدير وان هو شايف كل حاجه من الاول وشاف ان ماش وفيل هم الغلطانين وان هم لازم ينطردوا
بيطرده من المدرسة، ولكن ماشي ابن العبيطة بيديله بالركبة في نص دماغه وبيحدفه في الأرض ويبدأ يدفنه فيها. فبيروح ماشي لمكتب المدير بسبب فعلته دي، فبيقول له إنه جاي له جواب إن هو يطرده، ولكنه بيحرج الجواب ده هو. فبيقول له إن هو زهق من الظلم، وبيقول له إنه متمنى إن شخص زيه إنه هو يقدر يبقى مستنير سماوي وعلشان كده يتحكم في الظلم. وماش بيقول له أنا ناوي فعلا يكون أنا مستدير سماوي من غير ما أنت تقول لي. فالمدير بيقول له لو أنت عايز تبقى مستنير سماوي لازم تجمع العملاء وبتحضر الاختبارات وتكون الأول عليهم. وفعلا ماش بيقول له تمام، وبيروح لصديقه فين. ساعتها بنشوف ماشي وفين بيتكلموا، وساعتها بيطلع عليهم شاب اسمه توم وبيدعي ماشي إن هو يلعب معاهم لعبة اسمها دوي. وفعلا ماش بيروح معاهم وما بيكونش عارف يلعب لأن ده بسبب لأن لازم إن اللعبة لازم يطير. زي ما احنا عارفين ماش مش هيعرف يستخدم السحر، فكده مش هيعرف يطير والجمهور بيبدأ ينفعل عليه. بس توم بيجي يقول له يلعب معاهم وبيفهموا القواعد بتاعت اللعبة وبيركب المجشة بتاعته عشان يكمل لعب، ولكن في منافس بيجي وبيديله ضربة بيوقعه على الأرض. وماش بيروح عشان يطمن على توم، وتوم بيقول له فين أخلاقك الرياضية. الواد ده بيقول له أخلاق إيه يا عم، أهم حاجة إن احنا نفوزه، وبيسيبه وبيمشي. وتوم بيقول لي ماشي كلام محفز، وماش بيقول له ماشي، وبيكونوا هم خسرانين 50 نقطة. وماش بيمسك المقشة وبيرميها وبينط نطة وفعلا بيقدر يطير. وماش بياخد الكورة وكل ما عنده بيرزعها تيجي في الحلقة الدائرية ديت، والكل بيكون مصدوم من قوته، والكورة بتلف وترجع له تاني، راح حدفها وترجع له تاني، وراح حدفها الكورة تلف وترجع له تاني، والكورة تلف وتلف وتلف وترجع. بص كده يعني خلاص على النعمة كمية مسخرة ملهاش حل. وكمان كسب علامة فضية. وبالليل بيشوفوا شخص اسمه لانس بيكون قاعد يقرا في الجورنال ان فوز ماش في المباراة وكسر رقم قياسي جديد، وبيروح يقرا الجريدة ويقول ان ماش هو تالي. والصبح بيكون الكل جاب كمية كتب وقاعدين مع بعض، وتوم بيجيله علشان يتمرنوا مع بعض، واللي بيكون جارف امه حرفيا. وساعتها بيجي لهم لانس فبيقول لهم ان هو عايز ينضم ليهم. وتوم اول لما بيشوف لانس بيقول ان هو عنده علامتين وشكله قوي جدا، فبيقول لانس الماش ان هم يعملوا حاجه مسليه. ولانس بيطلع جوزة سحريه وبيطلعها وبيفتحها وبيسحب اصدقاء ماش جواها. وبيقول لانس لو انت عايز ترجع اصحابك تعالى للغابه. وفعلا ماش بيروح له، ولانس بيطلع عملتين فضيتين وبيقول له ان هم هيلعبوا على العمله الفضيه وانهم هيتقاتلوا. وفعلا ماش بيوافق وبيقول له يلا بينا. وفعلا لانس بيفعل المجال بتاعه قبل ما يبداوا. المجال ده بيكون قوي جدا والتاثير بتاعه بيوصل لحد جدي ماش وعند ماش. وساعتها الواد ده وماش بيبدا يهجم عليه، ولكن لانس بيستخدم قدره الجاذبيه وبيرزع ماش في الارض. وماش بيحاول يقوم لكن مش عارف يقوم، ولكن مره واحده بيسحب جزر من تحت الارض وبيبعد لانس عنده، كده بيخلي التعويذه بتاعته تبطأ. ماش بيجري عليه عشان يضربه، ولانس بيحاول هو يستخدم الجاذبيه تاني، ولكن ماش بيتقمص شخصيه سايتاما والجاذبيه ما بتاثرش عليه. ولانس هو بيتفادى الضربه توقع منه القلاده، وماش بيوطي ياخدها وبيفتحها وبيلاقي صوره بنت صغيره كده. وماش بيقول له مين دي، لانس بيقول له اخت الصغيره. وماش بيرجع له القلاده تاني، بيقول له لانس انا اسالك سؤال، وبيقول له ايه اغلى حاجه في حياتك. فماش بيرد عليه بكل اقناع بانك كيك قصدي جدي الحياه. ولكن لانس بيتفاعل عليه بيقول له ولا ده ولا ده ولا ده، اهم حاجه في الحياه اختي. وبيجي لانس عشان يرمي الجزازه اللي فيها اصحابه من فوق الجبل، وبيفتكر ذكريات ليه مع اخته، وبتكون اخته مريضه جدا وبدات تفقد سحرها. وابوه وامه بيقول لو فقدت سحرها هم هيتخلوا عنها وهيسلموها للحكومه. وقتها بيتعصب لانس جدا وبيقول ان هو هيبقى مستنير سماء ويغير القوانين بتاعت قوانين السحر العبيطه دي. وبنرجع مره تانية للحاضر، ولانس بيرمي الجزازه بتاعته وبيستخدم عليها تقنيه الجاذبيه عشان تسرع من سقوطها. بيبص لانس على ماشي واللي تلاقيه قلع ملابسه ولابس لبس التدريب وبيفعل قوه العضلات وجسمه حرفيا بقى طلقه في ملي ثانيه، بيكون جاب الجزيره في ملي ثانيه. هتقول لي الكلام ده؟ نقول لك ما نعرفش، طلعت من بوقه وخلاص. وماش بيقول لي لانس على فكره، بيقول انا كنت عارف ان الجزازه دي فاضيه والجزازه الاصليه هي معاه. وفي لمح البصر بيجري عليه وبيفتشه وبيطلعها من جيبه، بيقول ان هو لازم يوقف القتال ده عشان هو حاسس ان هو شخص كويس ومالوش اي لازمه القتال. وفعلا لانس بيسيبه بيديله بقيه العملات واللي هم اتراهنوا عليها. واللي اصحاب ماش لما خرجهم من الجزازه بيقول له انت احسن شخص شفته في حياتي، واللي بيقول له انت الافضل، واللي بتقول له انا عايز اتجوزك. ما هي ضغطت فيها بقى. ولكن ماش بيقول لنفسه ان لانس شخص طيب ومش شرير. بعد كده بنعرف ان في 3 مجموعات في الاكاديميه، واحده ادرين، الثانيه اورو، والثالثه لانج. وصديقنا ماش بيكون من المجموعه الاولى واللي هي ادلين. وماش بيكون جنب
بيجمع بقية العمل وبيعرف ان كل 5 قطع فضية بيساوي قطعة ذهبية، وبيكون اليوم بتاعهم جميل وهادي. ولكن فجأة فين بيفتكر ان هو ماشي عليهم واجب، والدرس ده بيكون عبارة عن الجرعات. فبيدخل عليهم لانس وبيقول لهم ان هو عمله، بيقول انهم هيعرضوا الفصل بتاعهم كله للفشل بسبب غبائهم هما الاثنين. ولكن ماج بيروح له بيفتح له القلاده اللي فيها اخته، وابن الهبل من غير ما حد يقول له اي حاجه بيتهبط في الحيطه. بيروح هما الثلاثه مع بعض ولانس بيعلمه ازاي يخلصوا الجرعات، وبتكون اول خطوه هي اسقاط الفيل ده. وفعلا بعد محاولات الفيل بيقدر يعملها، بس ماشي الحوار بيكون معاه صعب لانه بيعرف يستخدم السحر، والفيله بتكبر منه وبتكون عاوزه تهجم عليه. ولكن ماج بيخبطها قلم بيرجتها في الارض. فبيقول لي لانس ايه رايك كده خلصت؟ بعد كده بوجههم لانس الخطوه الثانيه وهم يبداوا يعملوا في الجرعات. بيقول لهم حط ديت حط ديت وحط ديت لحد لما خلصوا بتكون عامله زي الجرعات. وبعد محاولات عديده مش لما يجي يفنش الجرعه بيحولها لبانكيك، ولانس بيقول له ارحم ميتين امي، ازاي بتقلبها من جرعه لبانكيك؟ فهم ميتين امي. بعد كده بيقول له اللي هو خسره مره فمش هيخسره تاني. بعد كده بنروح لثلاثه ماشيين وفي شخص بيخبط فيهم، ولكن في شخص فيهم ما بيعجبهمش الكلام، ولما بيحاولوا ينتقموا منه الواد بيمسكهم بيعجنهم ضرب وبيفشخهم هما الثلاثه. بعد كده بنشوف شخص بيكلم اتباعه وبيقول ان هم لازم يدمروا كل تلاميذ مجموعه ادرا. وبعد كده بنعرف ان ده قائد المجموعه لاند. تاني يوم الطلاب بيخرجوا للغابه وتقريبا كده هيخوضوا التدريب هناك. بعد كده بنشوف الشخص اللي احنا كنا لسه شايفينه من شويه واللي بيكون اسمه دود، ويكون دود ده بيتفخر بنفسه ويكون شايف نفسه قوي، وبيكون بيكلم ماج بطريقه مش كويسه. ولكن ليمون بتيجي وبتتكلم معاه، ولكن دود بيتضايق وبيتف على ماش. ايوه صديقه عمل كده بجد بصراحه، وبيفضل يلوك. ولكن صحاب ماش ما بيدوش اي اهتمام من الاساس. بس مره واحده بيظهر المعلم بتاعهم وبيعرف ان الطلاب دول مجموعه ادلر ومجموعه لاند، ومهمتهم بتكون هي القضاء على العقارب ديت، ومكافئتهم هي تكون علامه برونزيه يا فضيه. وبيبدا الاختبار والطلاب كلهم بيفتقوا يشتركوا، ولكن بيظهر شخص وبيقول لي ماشي انت شايف نفسك قوي ولا احسن كده خد دي، وطلع كريستال من الارض وبيضرب بيه ماشي. لكن المعلم بيقول لهم ما تتخنجوش لان ده ممنوع هنا. ولكن لانس بيقول لي ماشي، بيقول سيبوا منه اللي هو اكبر منهم اصلا، ولان الواد ده معروف انه بيأذي الطلاب والمعلمين، ولانه عنده طاقه سحريه فريده من نوعها، وعلشان كده ما انطردش من المدرسه. وبيكون لانس ماشي لسه بيقول لي ماشي ان هم لازم يستنوا مع بعض ويقاتلوا مع ثنائي. وبيبص ورا ما بيلاقيش ماش، بيكون ماش فقد تركيزه، وبيجي الواد دوت وبيتفاجئ اول لما بيشوف ماش. ولكن ماش بيفزعوا قلم حكومه، والاتنين هم واقفين مع بعض بيسمعوا صوت بنت بتطلب النجدة، والبنت دي بيكون في طالب بيهجم عليها، ولكن الصنباهي ضده بيهجم على الولا وبيفشخه حرفيا. والبنت دي بتجيله وبتشكره وبتبدا تنحلمس عليه، والثلاثي المرح دول بيكونوا قاعدين ولسه البنت تنحلمس عليه. ساعتها بتلاقي الواد مش مصدق نفسه وبيمسك دماغه وبيفضل يهبدها في الارض. وبنعرف ان البنت دي بتعرف تستخدم السحر اللي بيقدر يوقع اي حد في حبها، وبتحاول تستخدم السحر دوت على ماش، ولكن بيدمرها بالكلام وبيكسر بخاطرها. ودود بيقول لها بصي احكي لي اي حاجه، في حد مضايقك، في حد بيرخم عليك قولي له وانا اروح نطلع دين امه. وفعلا البنت دي بتحكي له وبتقول له ان سيلف بيضايقها وعاوز يستغل سحرها، وانها ما بتسمعش عنه غير ان هو شخص سيء. ودود الشهم بيقول لها اوعي انا هنجيب لك حقك. ولكن وفجاه بيظهر قدامه ويبدا يهجم عليه بالسحر الكريستال بتاعه، وبيقول له الزعق بين يالا والناس نايمين. ولكن ديد بيهجم عليه بالكرات الناريه، والواد ضد دي بيطلع جامد يا جدعان. وعندي لانس بيكون فين والبنت التانيه ديت بيعيط بيقولوا حياة امك ما سيبناش، المكان هنا مخيف واحنا مش هنقدر نتحرك غير بيك. بنرجع لماشي ودود بيكون بيتفخر بنفسه، بيفكر انه هزم سيلفا، ولكن سيلفا بيطلع حامي نفسه بالدرع الكريستالي وبيهجم على دود وبيبدا يترخم عليه. ولكن ماش بيكون في عالم موازي، ولكن كفرتيرة الكريم بتاعته اول لما بتقع على الارض بسبب هجوم سيلفيا. ولما بيقول له دود ان هو هيسيب البنت في حاله ان هو لو استحمل منه 5 ضربات هو وماش، وهيراهنوا على العملات الفضيه. ولكن دود بيقول ان ماش ملوش اي دعوه باللي بيحصل بينها، وان هو هياخد الضربات كلها لوحده. فعلا بيفتح له ايده وبيقول له يلا اديني، ولكن ساعتها بيبدا يهجم عليه بالسحر بتاعه لحد ما يوصل للضربه التاسعه، ولغايه كده بيكون فاضل له ضربه واحده. فبيقول له ان هو هيعمل اي حاجه عشان ينقذ البنت ديت من ايد سيلفلا الشرير. وبيقول على فكره انت شجاع، وعلشان كده الضربه الاخيره هتبقى اقوى. ساعتها بيجي عليه بالضربه الاخيره اللي بتكون جامده جدا وبتخلي دوت يقع على الارض مش قادر يقوم. وبيقول لي بس ولكن فجاه دوت بيقوم وبيقف وبيكون متجه نحو سيلفيا، وبيقول لي انت لازم توفي بوعدك. ولكن فجاه بيوقع على الارض وسيلفيا
بيضحك عليه وبيقول له انت غبي، وبيفضل يضرب بيه في السحر تاني. وديد بيقول لي ماشي انه ياخد البت ويهرب بيها، ولكن مره واحده البنت بتروح تقف جنبه وبتطلع تابع عليه وبتبدا تتريق على دود وتفضل تستفز فيه، وساعتها بيفضل يضحك على دود ولكن مش بيحدف الفطيره ببقه. بيقول ان هو غلط لما فكر ان هو يضحك عليهم، وبيقول ان اللي سيفا جي دورك عشان تنضرب ال10 ضربات. ونروح للشله التانيه بتاعتنا، بيكونوا بيسالوا ان مش بخير ولا لا، بس لانس بيفهموا ان مش جابل ناس اقوياء وكل الناس اللي جابلهم قبل كده مش اقوياء للدرجه دي. وعندي ماش سيلفا بيكون قاعد يهين في دود ولسه راح يترسك دماغه في الارض، ولكن مش بيتدخل. هو راح كان لسه راح يغفله ولكن مش بيتفاداها بسرعه. وسيلفيا برضك يا صديقي مش سهل وبيفضل يهجم على ماش بسحر، ومش بيسيبه شويه ضربات، ولكن في الاخر مش بيفعل قوه العضلات وبيهجم على سيلفيا بيكسر كل الضربات وبيدمر السحر بتاعه، بيديله بنيه بيكسر وشه حرفيا وبيديله التانيه ببطنه. وسيلفيا بيكون خلاص نازل على ركبته وبينزل، وماش بيروح يقعد عند الشجره ويقول له انت كده خدت مني ضربتين. بيقول لسه فاضل 8 يروح امه، وبنتيجي ناحيه سيلفيا. هو ساعتها ما بيكونش عارف يعمل ايه، ولكن مره واحده بيظهر العقرب العملاق. وسيلفيا ساعتها بيقول انه ممكن يستغل القتال مع العقرب ويهرب، ولكن مش بحركه واحده بايده بيطير العقرب في السماء. ولكن خلاص سيلفيا عرف ان دي كلها نهايته، ولكن مش بيذله. بيقول انا هنسيبك بس عشان انت زعبان عليا. ويبص على البنت دي بس هي بتتخض وهي بتحاول تتمحلس عليه، ومش بيقول لها خلاص يلا امشي. ولكن البنت بتكون فاكره ان ماشي اتخرفن عليها بسبب سحرها، ولكن مش بياخدها واحده شوبليكس عن طريق تيكر. بيقول انا ما مفرقش بين اي حد وكله بياخد عندي بالتساوي. وساعتها بيروح ماشي لاصدقائه وبيفضل يطمن عليهم، ولكن دود بيكون حاسس ان هو شخص فاشل. ولكن ليمون بتقول ان هو عنده اصابه خطيره بس هو بيتخرفن عليها وشكله كده ما بيتعلمش اي درس، وشكله حب ليمون هي كمان. وبيقول لدود ماشي ان هو اسف وان هو عرضه لكل المشاكل دي، ولكن مش بيتريق عليه. لكن مش بيقول كده ان بالواضح ان مجموعه لانغ تستخدم مجموعه طلاب ادرال، وبتكون مجموعه لانغ دول حفنه من الطلاب الرخمين بيكونوا مش عاوزين اي حد يدخل ديون السحر. فمش بيقول لهم كده احنا في مجموعه منفصله عنهم. لانس بيقول له ايوه احنا تم توزيعنا اول لما دخلنا الاكاديميه. بيفتكر ماجد ان هو شال الهيكل العظمي لما حدد ان هو يخش انهي مجموعه، ولما شاف ان هو بيفكر ايه طلع اللي هو بيفكر في كل فيه اللي هي فطاير الكريمه. فبيقول لانس ان مجموعه لان في 7 طلاب بيقولوا ان هم لازم ياخدوا الحذر ونستهدفوا الطلاب اللي هم بيكونوا عندهم العملات. ولكن في المدرسه ماشي ابن العبيطه بيكون ضيع الطريق، بيكون بيدور على المدرسه وبيوقف قدام الباب بيقول بيفكر بيقول ازجه ولا ادفعه ولا اشده ولا اعمل ايه. المهم بيكون المكان مش عايز يخش ماش ده بيكون المقر اللي هم لسه متكلمين عنهم دول، وبيكون القائد بتاعهم اللي هو بيل. وسيلفا بيكون جوه وبيطلب الرحمه ان هو يديله فرصه تانية، ولكن ساعتها بيحولوا الدميه في لحظه واحده وبيدخل عليهم ماشي وبيكسر الباب. فبيقول لهم معلش ما كنتش عارف افتح الباب. وماش بيعتذر وبيقول لي بيل بيقول انت عارف انك بتكلم دميه. بيقول له بجد شكرا اللي انت عرفتني. المهم انهم بيتكلموا مع بعض وبيوصل الكلام بيل ان هو عاوز ياخد العمله الذهبيه اللي مع ماش، وبيبعت له دميه سيلفيا، ولكن ماش بيرزعه بالقلم بيرزعه في الارض وبيتقطع الخيوط اللي كان بيل بيتحكم بيها. ولكن بيل بيستخدم الدميه تمسك ماش وتطلع منه العمله الذهبيه وبتديها لبيل، والدميه بتاعت بيل بتمسك ماش وبترزعه في الجدار. وماش بيقوم بياخد سيلفيا وبيقول لبيل اللي هو هيرجع له تاني، بس الأولوية دلوقتي ان هو يعالجه. وبيمشي من المكان وبيل بيقول ان هو حاسس ان في حاجه غريبه حصلت من ناحيه ماش. ولما بيبص على الدميه بتاعته بيلاقي الزرار بتاع القميص بتاعها مخلوع، وبيبص بايده بيلاقي الزرار في ايده، والكل بينصدم. والبت اللي بتكون معاه بتقول لنفسها انها شافت حاجه غريبه دلوقتي، ان ماش انتزع الزرار من الدميه وان رماه ناحيه العمله، فالزرار هو اللي راح ناحيه بيل، والعمله رجعها ماش بقوه الفم بتاعته اللي هو سحب الهواء كده ببقه. ولكن ماش بيودي سيلفيا الى المستشفى بتاعه المدرسه. بفوق سيلفيا وبيلاقي ماش بيتدرب وبيقول له انت اللي انقذتني. فبيقول ماشي ان لو واحد فينا في مأزق فلازم نساعده، وابن العبيط هو بيتكلم بعد لسانه. والمهم يروح عند لانس ودود، واللي بيكون ضده ولانس مش طايقين بعض لدرجه ان هم كانوا يتخانقوا مع بعض بالسحر. ولكن ماش بيكسر الباب زي عودته بيقول لهم وقفوا القتال. بس مره واحده البت بتدخل عليهم بيقولوا ان هم يجوا معاها، وفعلا بيروحوا معاها. نعرف ان الميزان اللي على الجدار ده هو بعرف بقى المجموعات هم معاهم كام عمله. بتكون مجموعه لانغ معاها 15 عمله ذهبيه انهم شغالين على الناس نصب، اما مجموعه ادرا والمجموعه التانيه معاهم عمله واحده كل واحده. وبنعرف ان زمايلهم الكبار اللي هم دلوقتي مش موجودين، فكده هم لازم يعتمدوا على انفسهم، وان مجموعه لانغ ومجموعه ارض مش هتساعدهم، وانهم بيركزوا على المعلومات
البحثيه اكتر من الحاجات اللي هم بيتكلموا عليها دي. وفعلا كل واحد فيهم بياخدوا الحماس وعشان يدمروا مجموعه لانغ. وماش بيكون متعاقب بسبب ان هو اتضرب نائب المدير، بيكون عقابه اللي هو ينظف بيت البومه لمده 7 ايام. وبيجي له لانس بيقول له ان هو هيساعده، ولكن في حد بيفعل حاجه على ماش في مجال البحر وبيقع في الميه، والتاني بيهجم على لانس بالبتاع اللي معاه ده هو. والاتنين دول بيكون مجموعه لانغ، والضخم دوت بيكون اسمه اندرو، والواد اللي معاه ده بيكون اسمه شونرو، واندرو بيكون النائب السادس، والواد التاني بيكون النائب السابع. ابو صلع ده بيقول لهم ان هم متجهزين انه يكونوا مستنيرين سماء، وعلشان كده هم هيراهنوا على العملات الذهبيه. وماشي ابن العبيطه بيكون غرقان في المجال بتاع الميه بتاع اندرو، واندرو بيتحول لقرش وينزل لمشي في الميه. والواد التاني بيهجم على لانس، وكان لسه لانس هيستخدم قوته بس هو ما بيستعملوش لانه لو استعملها يأذي البومه وبيسيبوا الضربه. والواد التاني بيقعد يستهزأ بلانس، بس لانس بيستعمل قوه الجاذبيه وبيوقع جاروه. وبيقول الواد ده للانس، بيقول ان هو حتى مش عارف يستخدم قوته. والواد ده بيهجم على لانس، بس لانس بيستخدم القوه الجاذبيه وبيتصدى للهجوم. ويطلع ان لانس اتحكم في الجاروف عشان يفتح كيس العلف، وهم يتلموا حوالينه ويتجمعوا في حته واحده. وشينرو بيحس ان لانس بيستهزأ بيه وبيهجم عليه، بس لانس يتصدى الهجوم بقوه الجاذبيه بتاعته وبيوقعه على الارض باستخدام قوته. ومراح عند اندرو واللي بيدور على ماش في المجال بتاعه، ولكن ماش بيكون بيسرح بسرعه غير عاديه، واندرو بيخاف منه. وبنعرف ان هو تحول من مفترس الى فريسه، بس بتحول لهيئه القرش المطوره، وبيفتكر ان هو يقدر على ماش. لا والله، بس ماش بينزل فيه لطش وضرب وبيخرجه بره المجال بتاعه. ولانس بياخد العمله الذهبيه، وبيقول لانس ان قوه النائب السابع والسادس كانوا اقوياء جدا، ولكن يبقى البقيه عاملين ازاي؟ بس ماش بيقول له بكل بساطه احنا هنفشخهم كلهم. ولكن بيظهر شخص غريب بيقول لهم ان هم يسرعوا بالحكم على مجموعه لانغ بسرعه خياليه، بينتقل وراهم. وماش بيجهز نفسه علشان يهجم عليه، وفعلا بيهجم عليه وبيجري سرعته وبيكون هيضربه، بس الشخص ده بيستخدم الانتقال الآلي وبيختفي من مكانه. وبيقول ان هو يهدى علشان هو جاي ياخد الاتنين دولت وبس. وفعلا بنشوف بيطلع الزجاجه اللي كان بيستخدمها لانس قبل كده وبيسحب الاتنين دولت جواها وبيسيبهم وبيمشي. وبيقول لانس ان الحوار شكله صعب جدا. وبنروح للشخص المقنع، وبيكون اتخدش بسبب هجوم ماشي عليه، وبيعرف ان ماش ما بيقدرش يستخدم السحر. وبيقول ان هو عامل زي الشخص ده هو، وبيكون بيمتلك عين شيطانيه مخيفه. وبالليل بيكون الشخص المقنع بيواجه شخص من مجموعه اركان وبيفشخه. وبيكون تاني يوم بيكون لانس وبيتكلم مع ماش على مجموعه لانغ، بس ماش ولا في دماغه. ولانس بيديله الهدوم بتاعه المجموعه بتاعتهم، بس لما بتخش عليهم بتقولوا تعالى الحقوا توم. ولما بيروحوا يشوفوا توم في المستشفى بيسالوه ايه اللي حصل، وبيقول لهم ان هو مش فاكر اي حاجه. وبيكون كل اللي فاكر ان هو صحي هنا. بيقول ان هو في العاده بيستنزف كل قوته في اليوم عشان لما يجي ينام بسرعه، ولكن لما نام البارح حلم بحلم غريب انه كان محبوس في مكان ومش قادر يطلع منه، وانه حتى ما كانش قادر يستخدم السحر، ولكنه انسحب منه بشكل مؤقت. ولما بتدي تذكار لماش على شكل فطيره الكريمه وتقول له ان هو يحافظ على نفسه، وكل ما يبص على التذكار ده هو يفتكرها. وبيكون في ناس كتيره مصابه في المستشفى بيكون كلهم انسحب منهم قوتهم السحريه. وبالليل بيكون لانس وماش ماشيين مع بعض، بيقول ان فريق مانغا بوكس هم اللي عملوا كده، ولكن بيظهر من وراهم فيل وديد، واللي بيكونوا ماشيين وراهم وبيكونوا خايفين. ومره واحده بيشوفوا اللي من قدامهم ولسه ضد هينادي عليها، بيلاقي لانس بيسكته بيقول ان هو يسكت عشان في حاجه غريبه. ومره واحده لمن بتبص لهم وبتكون اتحولت لدميه خشبيه، بس المجموعه بتاعتها بيخش وراها. وفيل بيقول انها دخلت من هنا، بس ماش بياخدها جري وراها، وفعلا بيجري وراها علشان يشوفه. ولكن لما بيوصل بيلاقي المكان كله مسدود، وفي الهدود بيكونوا مصدومين لانهم بيسمعوا صوت غريب. بس لانس بيسكتهم وبيستخدم السحر وبيقدر يظهر باب كان مخفي في الارض. بيقول ان هو مش هيقدر يفتح الباب، بس ديد بيضرب الباب بكراته الناريه، بس الباب برضك ما بيتفتحش. بس المعلم ماش بيروح يجيب درع حديد وبيعمل من الدرع سيف ويعمل بيه احلى رفعه، وبيديله رجل بيطير الباب بره الجبهه خالص. وبيبص للتذكار اللي عطته لليمون وبيقول ان هو هينقذها. وفعلا كلهم بينزلوا للمكان وهم ماشيين ضد بيشوف نور طالع من اخر الطريق. ولما يروحوا لهناك بيشوفوا حلبة قتال وبيزعل لهم شخص، وبيزعل لانس اللي كان هو من فريق ماش. يقول لا بس هو اتبعت من تاني عشان يقضي على الاوغاد. يقول انهم لو عايزين يعدوا من هنا فلازم يعدوه الاول ويتراهنوا على العملات الذهبيه. بيكون لانس هو اللي هيخش يواجهه، بس ضد بيقول ان هو اللي هيواجهه عشان هو وسيم وعشان هو بيكره الشباب الوسيمين. واول لما بيخش الحلبه الواد
ده بيستخدم كرباج من النباتات. وفي مكان تاني وتحديدا في ديون السحر بيكون مدير الأكاديمية واقف قدام شخص، والراجل الأقرع ده بيقول إن في 6 مجرمين خرجوا من السجن وإنهم ذبحوا كل الحراس. وبنرجع مرة تانية لدود اللي بيكون واقف قدام الواد ده، بيقول إن الشخص ده أقوى من سيلفيا بالرغم من إنه هو عنده علامة واحدة بس. ده بيقول إن هو هيفشخه، وفعلا بيستخدم تعويذة وبتحوط الواد ده. هو بيقول إن هو لو داس على أي علامة من السحر بتاعه فهو هينفجر، لأن العلامة السحرية دي من واحدة فيهم بتنفجر، لأن الانفجار ده بيكون أقوى من الانفجار اللي هو بيضربه ب5 مرات. زي ما أنت بتقول يا صديقي أقوى من النووي. بس هو ده بيقول في دماغه إزاي يخليه يدوس على العلامة دي. بيقول إنه أكيد هو عنده خطة وهو مش عارفها، وبيهجم على ضد باستخدام القرباج بالنباتات بتاعته، وضد بيحاول يتفاداها بس ما بيعرفش، والنباتات دي بتمسكه، والواد ده بيستخدم الأشواك عشان يأذي بقى ضد جدا ويجي يهبده بالأرض. بس ضد بيقول إن التعويذة بتاعته عبارة عن قنبلة مؤقتة، وفعلا أول لما بيلمسها تعويذة واحدة من القنابل بتنفجر وبيفعل ضد كل القنابل، وبيكون فاكر خلاص اللي هو خلص عليه. بس الواد بيكون قاعدة رايقة وبيحس إن هو كده مفيش أي حاجة حصلت غير إن هو اتهزم. أول لما المجموعة بيخش الحلبة علشان يهندوا أرضية الحلبة بتزحفهم وبتاخد كل واحد في حتة، ولانسي بينزل في حلبة لوحده. بيكون قدامه النائب الثالث وبيكون اسمه أورس، وبيقول له أورس إن هو هيفشخه، بيقول له يلا ضعيف. بيكون نفسه إن هو يواجه رأس الفط اللي هو ماشي يعني. وعندي فين ودوت بيكون وقعوا حلبة لوحدهم، وبيكون قدامهم 2 من نواب ماياتوكس، واحدة اسمها ليفي وبتكون النائبة الخامسة، والتاني بيكون اسمه ميلو وبيكون ده النائب الرابع. بيقول لي فين ودوت بيقول إن هو أمر واحد بس وهيكون فشخهم أمر سهل، وبيكون في اللي خايف جدا. بيقول الاتنين اللي قدامنا دولت بيكونوا عبارة عن خطين، وديت بيقول إن هو ما يخافش إن هو هيفوز قبل ما المعركة تبدأ. وبيكون عندي ماشي يكون واقع في مكان تاني بيكون مكان ضلمة، هو بيتساءل عن مكان أصحابه، وبيكون في شخص بيكلمه بيقول له إيه ده وأنت جيت، والنار بتشتعل في المكان. وبيظهر الشخص المقنع من تاني بيقول لي كانوا شايفينه مع ماش مع لانس وقبل كده. بيقول إن هو اسمه ليبز بيكون هو النائب التاني. بيقول إن أنا لاحظت من تحركاتك إنك مش بتعرف تستخدم السحر، وماش بيتوتر بيقول له لا غلط، بس لابس بيقول انا عامل زيك والناس كلها بتكرهني، وبيسحب سيفه بيقول لي ماشي ان من الواضح كده انك عاوز تهزمني، بس انا هزمك شر هزيمه. وعندي لانس واورس بيكونوا شتموا بعضهم بما فيه الكفايه، بس لانس بيستخدم سحر الجاذبيه وبيلزقه في الارض، بس اورس بيعرف يستخدم سحر الوحي وبيعمل نسخ من الوحي وبيخليها تهجم بيه على لانس. بس لانس بيقدر ان هو يستخدم سحر الجاذبيه على الحلبه كلها، بس اورس ما بيتاثرش ويقدر ان هو يثبت لانس بالوحل بتاعه وبيضربه بكور الوحل. بيقول ان موهوتك ضايعه وايه رايك تنضم للفريق بتاعنا. بيقول ان فريق قدر كله زباله ولو فضلت معاهم هتبقى زباله زيهم. بس لانس بيقول انا مش تفكير سطحي زيكم، وبيستخدم سحر الجاذبيه وبيلزقه في الجدار. بس اورس بيقول له ان هو ما اكتشفش خطته يبقى هو هيفضل سليم. بس لانس بيفعل قوه الجاذبيه وبيدمر الحرفه اللي كان بيخش فيها ويحرك الصخور لغايه ما توصل عند اورس وبتجرحه، وبيخرج اورس من هناك. ولانس بيقول له ان البيئه اللي هم فيها مخليه ليه الافضليه في القتال. بس اورس بيقول له انا نفشخك وطلع من جيبه جزازه صغيره، وبيقول له ان الجزازه دي فيها السحر بتاع معظم الطلاب في الاكاديميه، ولو هو امتصها وفعلا بيشرب من الجزازه وقوه السحر بتاعه بتتضاعف لاضعاف وبقى بشكل وحش مخيف كبير. ويقول لي لانس انا مش هرحمك، وفعلا بيهجم على لانس، بس لانس بيقدر يتفادى ضربته وبيقول له ان هو ضعيف بالنسبه له، وبيستخدم السحر بتاعه وبتكون مهاره اول مره نشوفها، وبتكون متكونه من سلاسل وكريستالات، وبتحاوط المهاره دي الوحش بتاع اورس، وبتفضل تشد بالجاذبيه من كل الاتجاهات لغايه ما تفشخه حرفيا. بيدرك اورس ان هو اتهزم، وبنرجع فلاش باك لورا لماضي اورس وابوه بيقعد يقول ان هو بلا قيمه، وبنرجع للحاضر ولانس بيحذف الكتاب بتاع اورس وبيقول ان هو لقاه على الارض. بنعرف ان هو كان بيتعامل باسوأ معامله. بيقول ان هما الاتنين متشابهين، بس في الاخر كل واحد بياخد الطريق اللي هو مرتاح فيه والصح بيعمله. وبيكمل كلامه بيقول ان هو بيحترمه جدا ان هو بذل جهده في القتال، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وعندي ماش وابيس بيكون ماش خلع هدومه وبيسخن كده، ومره واحده بيهجم على ابيس، بس ابيس ما بيحصلوش اي حاجه، وبيستخدم التقنيه السريعه بتاعته وبيهجم بيه على ماش وبيجرحه. بيقول ان هما الاتنين متشابهين، بس انت يا ماش عشت حياتك محبوب بين الجميع. وبيطلع سهم وبيفضل يضرب بيه على ماش. بيقول ان صديقتك ليمون فاضل لها 30 دقيقه وهتبقى زيك بدون سحر. ماش بيقول له لو
لو كده اعرف اللي انا هفشخك. بس ابيس بيطلع اسهمه وبيهجم بها على ماش ويفضل يجرح فيه، ومن سرعة ابيس بيقدر يدخل السيف بتاعه ببطن ماش، ولكن لما بيجي يسحب السيف بتاعه من جسم ماش ما بيقدرش، بس لان ماش سدد على عضلات بطنه على السيف وبيقول له اديب، وبيقول له اخيرا قفشتك يا ابن الهرمه، وبيرشقه دماغ بيكسر بالقناع بتاعه. وماشي اول لما بيشوف عينيه بيقول ان عينك بتشبه الدميه، بيقول له ابيس ان العين ديت بيسموها بعين الشيطان، ولان العين دي بتلغي اي سحر قدامها، وعلشان كده هو منبوذ من الناس لانه بيلغي اي سحر قدامه. بيقول ان في اشخاص في العالم ده ما يستحقوش ان هم يتولدوا اصلا، وبيستخدم قوته وبيعمل مجال حوالين ماش، وبيستخدم الاسهم بتاعته، وبيكون في سهم بيكون في بطن ماش، وابيس بيهجم على ماش وماش بيحاول يضربه، بس ابيس بيجرحه وبيعوره من كل حته في جسمه. وابيس بيقول لماش ان المجال بتاعه بيسرع من حركاته وبيبطئ من سرعه العدو بتاعه، وفعلا بيهجم على ماش بكل سرعته وبيفضل يضرب بيه بالسيف، بس ماش مره واحده بيضرب الارض وبيقسمها نصين، بيخلي المجال بتاع الحلقه بتاع ابيس يضيق، وبيهجم عليه وبيكسر السيف بتاعه، وبيكون ابيس بيهرب من ماش من تاني، بس ماش بيدوس على رجله بيقول ان هو ماسكه تاني وبيدوله ضربه قويه جدا بتخرجه من المجال بتاعه. هو بيقع ماش ما بيسيبلوش